السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي متتبعينا الأوفياء، مرحبا بكم في عرض جديد على القناة. واليوم جبنا لكم تحفة فنية من روائع مدينة الدار البيضاء. وفعلا غادي تشوفوا معايا هاد الشقة وغتخليو لي الرأي ديالكم فيها، لأن هاد الشقة كتجمع ما بين الأصالة والمعاصرة. إذا مرحبا بكم. كنتمنى أنكم تدعمونا بلايكات، فعلا إلا كنا كنستحقوا محتوى ديالنا، محتوى اللي هو هادف، محتوى اللي يعني كنحاولوا أننا نوصلوا لكم هاد الشقق هادو، نسهلوا عليكم المسافة. كاينين الناس ما شاء الله اللي استفدوا معنا من هاد العروض هادي، وكاين الشقق يعني اللي تباعت في ظرف 24 ساعة. وكاينين الناس من الجالية المغربية أو من داخل المغرب اللي نسهل عليهم البحث عن شقة. إذا مرحبا بكم في هذه الشقة الجميلة، ما شاء الله. كيف قلت لكم، روعة من روائع مدينة الدار البيضاء، وبالضبط منطقة الحي المحمدي. هذه المنطقة اللي كذلك عندها تاريخ بالنسبة لمدينة الدار البيضاء. وبالضبط يعني كنحاولوا أن نقربوا لكم الموقع، قريب للمستشفى محمد الخامس، وكذلك راه قريب يعني الشارع رئيسي، الشارع اللي كيدي لمنطقة عين سبع. إذا مرحبا بكم مرة أخرى. الناس الجداد ضغطوا على الجرس باش يوصلكم أي جديد، والناس القدام القناة راه قناتكم. إذا مرحبا مرة أخرى. إذا كي كتشوفوا معايا الشقة 64 متر. هنا الشكل ديال الصالون، والشقة كتكون من جوج ديال الواجهات. هنا الواجهة الأولى، وهنا الجليج المغربي اللي كنفتخروا به، الأصالة المغربية ما شاء الله. وكتشوفوا معايا حتى بالنسبة للقبس، يعني القبس التقليدي، وكاينه واحد اللمسة يعني لي سبوت اللي هي لمسة عصرية. إذا مرحبا بكم هاد الشقة الجميلة ما شاء الله. هنا عندنا الصالون اون فاس، غنلقاو لا شومبر الاولى. شوفوا معايا الشكل ديال السقف، روعة. 64 متر، جوج الغرف، صالون، مطبخ وحمام. وما شاء الله راه هذا السيد هذا صاحب الشقة يعني خسر عليها الفلوس، لأن تقريبا عودها بالكامل. إذا بقاو معنا باش نتعرفوا على باقي الشقة. كان هذا هو الشكل ديال الصالون. بالنسبه هنا 64 متر، ولكن الصالون راه كيبان كبير، لان هنا الفصاله كتلعب واحد الدور. احيانا يعني كتكون المساحه صغيره، وكتعطيك ملي كتدخل للشقه كتعطيك انطباع بان الشقه اكثر من هذاك المتراج، وهذا كيرجع الفصاله ديال هاد الشقق. اذا هنا الغرفه الاولى، شوفوا معي ما شاء الله الشكل ديال السقف. وهنا الواجهة الثانية، لأن كيف قلنا جوج ديال الواجهات، يعني شميشة ديال الصباح وشميشة العشية. إذا الناس اللي غياخدوا هاد الشقة بالفراش، خصوصا الناس ديال الجالية المغربية، أحيانا كيتصلوا بينا كيقول لك بغينا نجيو نقضيو الغرض، وبغينا شي حاجة مفرشة فاش غنجيو ندوزو يعني العطلة ديالنا. هاد الشقة ما شاء الله، فراش كلشي ما شاء الله نقي، كلشي جديد، غتباع بالفراش ديالها. واللي ما بغاش الفراش كذلك راه يقدر يشريها بلا فراش. اذا شوفوا معايا الالوان ما شاء الله متماشيه مع بعضياتها. هاد اصحاب الشقه ما شاء الله كاين واحد الذوق، كاينه واحد اللمسه فنيه، لمسه ابداع. اذا ما تمشيو فين، واجيو معنا نشوفوا باقي الشقه.
وبالنسبه للقناه راه كاين عروض، كاين منطقه الناس اللي مسمين منطقه دار بوعزه، سيد رحال، بوزنيقه. مرحبا بكم على القناه، راه كاين عروض كثيره على القناه. اذا هنا غنشوفوا الشكل ديال الحمام اللي ما شاء الله الالوان الاسود مع الابيض مع الكري عطاو واحد الشكل جميل لهذا الحمام هذا. اذا كيفاش قلت في الاول كاينه واحد اللمسه ما بين الاصاله والمعاصره. اذا خليوا لي الراي ديالكم فعلا واش متفقين معايا ولا لا. اذا غنتعرفوا على غرفه النوم اللي بالدور ديالها كاينه واحد اللمسه فنيه. اذا هنا الكولوار، الشكل ديال الكولوار هو هذا ما شاء الله. كنتمنى انكم تدعموا هذا المحتوى اللي هو محتوى نقي بلايكات. يعني تخليو لنا لايكات راه ما كنتخلصوش عليهم، ولكن لايكات كيطلعوا لنا الفيديو لاكبر عدد من الناس. يعني لهذا الفيديو ملي كيكون لايكات لهذا الخوارزمه ديال اليوتيوب كيطلعوه كيشوفوا اكبر عدد ممكن من الناس، وحنا بغيناه يوصل لاكبر عدد من الناس باش اللي مهتمين بهذا الموقع هذا يستافدوا من هذا العرض. اذا هنا غرفه النوم، هنا كليسه هي هذه ما شاء الله. كنأكد ان اللي بغى هاد الشقه بالفراش ديالها راه غيشريها بالفراش ديالها. لاحظوا معايا بالنسبه للبلاكارات كاينه واحد اللمسه ديال الاصاله المغربيه وديال الصانع المغربي. اذا هذه هي غرفه النوم ما شاء الله. شقة جميلة 64 متر، كتكون من 2 الغرف، صالون، مطبخ، حمام، كل شيء معود، كل شيء ما شاء الله. شقة اللي ما عندنا ما نقولوا. اذا نشوفوا معايا ما شاء الله بلاكارات، لمسة الفنان او المبدع المغربي، الصناعة التقليدية اللي كنفتخروا بها كمغاربة. هذا التراث المغربي اللي ورثناه على الأجداد ديالنا ما شاء الله. وكذلك غنشوفوا الكوزينة، حتى الكوزينة راه فيها واحد اللمسة مغربية. إذا بقاو معنا. إذا هنا شوفوا معايا الشكل ديال العود، الشكل ديال الزواقة اللي في البلاكارات. يعني نادرا ما غتلقاو بحال هاد الستايل. إذا كيف قلت لكم كاينه الأصالة والمعاصرة. هذا الشكل ديال الكوزينة ما شاء الله روعة. وكونوا أكيدين أن مباشرة هاد الشقة أروع وأحسن. بالنسبة للثمن ديال هاد الشقة، اللي بغى الشقة بالفراش 56 مليون، واللي بغاها بلا فراش 48 مليون، والثمن قابل للتفاوض. وكنعاود نأكد أن الشقة كتواجد منطقة الحي المحمدي، مدينة الدار البيضاء. شوفوا معايا ما شاء الله الشكل ديال البلاكارات. اذا ملي غنقول لكم، ملي قلت لكم في الاول الفيديو ان هاد الشقه راه كتجمع ما بين الاصاله والمعاصره، غتخليو ليا واش انا على حق او لا. خليو ليا في التعاليق الراي ديالكم في هاد الشقه بكل صراحه.
اذا هذه هي الشقه ما شاء الله كيف شفتوا معايا، 64 متر، جوج الغرف، صالون، مطبخ، حمام. شقه للبيع بالفراش ديالها، اللي باغي يشري بالفراش مرحبا، اللي باغي يشري بلا فراش كذلك مرحبا. اذا بالنسبه لهاد الشقه قلنا الثمن، عاود الثمن مره اخرى، 48 مليون بلا فراش قابل للتفاوض، و56 مليون بالفراش وكذلك قابل للتفاوض. كنتمنى ان العرض ديال اليوم يعجبكم، ما تنساوناش من بارطاج الفيديو، بارطاج القناة. شكرا لجميع الناس اللي كيتواصلوا معنا، شكرا الناس اللي كيدعمونا، شكرا الناس اللي قبل ما يعني قبل ما كيبدا الفيديو كيتحط اللايك. اذا كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وغنخليكم على امل اللقاء بكم في فيديوهات قادمة ان شاء الله. دمتم في امان الله، مع السلامة.